لماذا؟ لماذا؟ لأن الله يريد أن يشيع الخير في الناس. نعم. ولذلك حتى في الفلاحين يقول لك اللي ما يصيبوش الملح تصيبوا المرقة. الله. اللي ما تصيبوش اللحمة تصيبوا المرقة. يسقي فيها لقمة وبرضه هياخد خير اللحمة. الله. بس مش قطع. نعم. شيء سائل مأخوذ من خلاصة ما في اللحم من الخير. نعم. فإذا الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا يحرم حتى غير الواجد من أن يكون له خير على الناس. فإيه كتر المرقة يا سيدي، ودي لكل واحد كوب مرقة يسقي فيه لقمة ويأكلها، يبقى برضه ما له شيء بسيط منك، ولكن شاع في الناس جميعا. نعم. فضيلة الإمام، لو أتى إلي إنسان هو يسكن معي في العمارة وأعطاني سلطانية مرقة، هل أخذها؟ نعم. في عصرنا هذا؟ إن كانت على سبيل الحاجة هتضطر تاخدها وتشكره وتقول له كتر ألف خيرك وأنا لا أعرفها. نعم. وإن كان على غير حاجة اقبلها منه هدية على قدر طاقته، لا على قدر طاقة كرامتك أنت. لأن دي تشيع ألفة المودة وألفة إن الإنسان ما يظنش بشيء منه ولو كان قليلا. نعم. هل هناك أمان يا مولانا أن الإنسان يقبل أي حاجة من حد جاره أو من تحت؟ ما أنت لن تقبلها إلا من معروف لك. معروفيته عندك هي التي تحكم على تصرفه أنه خير أو شر. إذن الجار هنا في هذه اللحظة هو أولى وأقرب من لأنك لو نظرت إلى الجار لوجدته ينفعك ما لا ينفعك شيء واحد من دمك ولا من قرباك. أنني حصلت لي أشياء وأنا بالليل فبمن أستغيث؟ الله. فبمن أستغيث؟ أنا أستغيث بالقريب مني الذي يسعفني، لا بأهلي الذين هم بعداء عني. إذن فالقريب هو أول من يسعفك إذا صرخت. يصرخك أي يزيل صراخك إن فزعت إليه. إذن أدي سبب في أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى بالجار. نعم. ليه؟ لأنه منفعته لك أقرب من منفعة القريب بالدم لك والبعيد. الله. نعم.